هل تشتري كروت الار اكس في 2024؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سؤال بيجي في دماغك عزيزي المشاهد دلوقتي وعايز تعرف اجابته، وهو هل تشتري كروت الار اكس في 2024؟ هتعرف اجابه سؤالك في الفيديو ده ان شاء الله. بس قبل ما نبدا انزل اشترك في القناه عشان قربنا نوصل ل 2000 مشترك على القناه، واعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها على القناه. ويلا نخش على الفيديو. في البدايه لازم نعالج الاخطاء الشائعه المنتشره عن كروت الار اكس في مصر. اول خطأ وهو ان كارت زي الار اكس 580 نسخه ال 8 جيجا انه فعلي هيديك اداء كارت 8 جيجا، وده غلط. يعني لو جينا بصينا على عدد الستريمنج بروسيسورز اللي في كروت الار اكس المنتشره على انها جديده وفي كرتونه، هتلاقيهم 2048 ستريمنج بروسيسورز، وهي هي نفس الستريمنج بروسيسورز اللي في كارت الار اكس 570 ال 4 جيجا. يعني الار اكس 580 معمول للتعدين، انما هو اداء الار اكس 570. وتاني خطأ شائع في كروت الار اكس اللي نازله على انها جديده هي انها بتستهلك 140 و160 واط. اصلا كارت الار اكس 580 اللي في نون وامازون واللي بيتباع على انه جديد بيجي بمدخل 6 بن للباور، ولو حطيت الكارت تحت الضغط مش هيستهلك اكتر من 60 او 70 واط بالكتير. نيجي بقى لنقطه هل كروت الار اكس قويه فعلا وهل تشتريها في 2024؟ في البدايه لو قارنا كارت زي الار اكس 570 اللي لسه متكلمين عليه مع كارت زي الجي تي اكس 1650، هتلاقي ان الجي تي اكس 1650 متفوق على الار اكس في معظم الالعاب. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان كروت الار اكس لما نزلتها الشركات كانت بتعتمد اعتماد اساسي على التعدين، فكانوا بيعتمدوا على حجم الفيرام اكتر من اي حاجه تانية في الكارت. فعشان كده هتلاقي كارت زي الجي تي اكس 1650 اقوى في الاداء من الار اكس 580، مع ان الجي تي اكس 1650 بيجي ب 4 جيجا في رام، اما الار اكس 580 بيجي ب 8 جيجا في رام. وعشان تجيب كارت من كروت الار اكس يكون قوي لازم تجيبه من حد يكون استعمله في الالعاب، ويكون حد مضمون عشان ما يلبسكش في كارت متعدل. وتاني نقطه هي ان اسعار كروت الار اكس زادت اول الفتره اللي فاتت بسبب الدولار. يعني كنت بتجيب الار اكس 580 ده زمان مستعمل ب 2000 ونص وب 3000، دلوقتي ان ممكن تجيب 3 ونص وممكن 4 كمان، ومش هيديك الاداء اللي متوقعه من الكارت. ودي كده كل حاجه تخص كروت الار اكس. فهل تشتريها في 2024 ولا لا؟ دلوقتي ما انصحكش انك تشتريها، بالذات اللي نازله في الكرتونه جديده دي زي ما وضحت لك في الفيديو. ولو عايز تشتريهم مستعمل يبقى هاتهم من حد يكون استعملهم في الالعاب ويكون مضمون انت ضامنه، وتجرب الكارت معاه قبل ما تمشي. وبس كده. ودي كده كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها على القناه. وبس كده، اشوفكوا في فيديو جديد. يلا سلام.